معانا 3 مفاجآت النهارده وطلعوا الاختلافات، الاولى الثانيه والثالثه. ايه الفرق بينهم؟ اول واحده دي البرو العاديه، تاني سنه جت بعديها الديزاين بتاع ال3، تالت سنه والسنه اللي احنا فيها دي جت البرو 2 السكند جنريشن. خليني اقول لكم ايه الفروقات كده سريعا، دي ودي نشوفهم مع بعض. ال3 مختلفه عنهم ولكن نفس جوده الصوت ونفس كل حاجه. الديزاين بتاعها بيكون صغير، بتكون وايرلس تشارجر، وبتكون المايكات والسماعات حلوه جدا، وزي ما انتم شايفين كده بيكون تصميمها مريح في الود وما بتكونش فيها اكتف نويز كانسليشن. وطبعا بفكركم ان الثلاثه بيشتغلوا على الايفون كانهم اوريجينال بالظبط، يعني بيتعرفوا عليهم بانيميشن، وكمان فيها فايند ماي ديفايس. دي البرو العاديه زي ما اتعودنا دايما، بتكون محتويات العلبه السلك ومقاسين كمان هنا غير المقاس اللي راكب فيه، وبتكون الكفر بتاعها مطول زي ما انتم شايفين، وفيها طبعا وايرلس تشارجر، والتاب بتاعتها بتكون داخل الودن وفيها اكتف نويز كانسليشن. طبعا كلهم فيهم التاتش من الحته دي والكنترول. نحط دي وخليكم فاكرينها قوي. اما بقى البرو 2 للوهله الاولى هتلاقوها ان هي زي بالظبط البرو العاديه، ولكن هقول لكم الفرق كمان شويه. اول فرق في العلبه نفسها ان بيجي معاها الهاندل زي بتاعه نوكيا القديمه، ولكن طبعا ببريميوم كواليتي. وتاني فرق التبس الموجوده هنا بيكون فيه 3 مقاسات غير اللي موجود جوه، بالاضافه لسلك الشاحن المعتاد. بالنسبه للبوكس ذات نفسه فايه الفرق؟ خلينا نشوف. اول حاجه دي الهاندل بتاعه السماعه الاوريجينال، بتكون البوكس ذات نفسه بتطلع صوت عشان خاطر تفايند البوكس كمان. اما بقى لما نفتح هتلاقي الاختلافات لازم تكون جيك جدا في مجال السماعات. زي ما انتم شايفين كده طبعا التاتش هنا شغال، التاتش هنا شغال. زي ما انتم شايفين كده السماعتين الاثنين قصيرين، والاثنين بيخشوا في الودن، والاثنين فيهم اكتف نويز كانسليشن، ولكن دي شكل المايكات بتاعتها مختلف. هنا في واحده تحت، هنا مفيش واحده تحت. هنا البرو 2 وهنا البرو العاديه، وهنا في واحده من فوق، هنا مفيش واحده من فوق. وبرده من ورا الاثنين زي بعض. فيما عدا ذلك فهم الاثنين زي بعض بالظبط. لو عايزين انتوا تشتروهم هتلاقيهم عندي، سيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن.